اليوم جينا كربلاء حتى نجرب منديهم. حضرنا النار مالتنا اللي راح ينزل بيها المندي. والآن مرحلة تبهير الخروف. وهسه نبهر اللية. والآن دور تبهير الدجاج. لما تصير الدجاجة بهذا اللون أصبحت جاهزة إلى الميفا اللي احنا نسميها الحفرة. هسه خلينا الدجاج بالشبك وننزل عليها الخروف. وهسه بدأ ينزل بالحفرة. نقوم بتطليع اللحم من الحفرة بعد ما مر 3 ساعات. هسه طلع من الحفرة. الآن دور التمن نخرجه من الحفرة. كل الزيت اللي باللحم نزل فوق التمن، فتخيلوا لي هسه طعم التمن شلون. عاشت ايدك. شوف شلون نايم نومه. العزومة ما تكمل إلا بالزربيان اليمني. هذا الرز واللحم تحت. وصلنا للطبقة الأخيرة، ماي عموع. تمن مندي، تمن برياني، تمن مضغوط، تمن كبسة. هذا عندك هنا نص خروف، نص دجاج مضغوط، هذا نص دجاج كبسة، برياني، نزلهن. دجاج مندي، هذا نص حبة، هذا نص كمان دجاج مندي، حنيذ لحم. حنيذ لحم. نعم. هذا حنيذ دجاج. هسه كملت عندنا الصينية الملكية. يلا كابتن. بعد يا كابتن يا دنيا. يلا نزلوها. عاشت ايدكم. فول. اختار هاي القطعة المميزة. فيها شوية تمن. بدال ما تستخدم ثريد خبز، قطعة جلد مثل هاي. وياها تمن مال مندي، وياها قطعة لحم صغيرة. دير لي دقوس قلبي. عشت. جيبها من هنا وحطها هيجي وسوي لها هيك مالهن. هذا جبته دا ينزل لي وزن. قضيت عمري كابتن اني. البرياني اليمني، شوفوا اللحمايه مالته شلون ما يعود هنا. التمن مالته حبايه هيك تصير رطبه وحبايه لا، عوافي. اليوم انا كنت يم مندي خليج عدن كربلاء حي الحسين مقابل القاعة المغلقة مجاور كنتاكي هاوس.